هو كورونا نفسها مؤامرة، ولقاحها مؤامرة أوسخ، مؤامرة سياسية عالمية. فهن يتركونا بشغلنا وكل واحد يعمل شغله. لازم اني يحترموا عمل الاطباء، عمل العلماء. في ناس عم تشتغل ليل نهار. طبعا كل انسان عنده راي هو يبدي، بس انت لما تكون بابليك فيجر، لما تكون قدوه، يجب عليك ان تكون موزون الكلام. يعني تقول كلمه، يعني اذا مش من اختصاصك افضل تتجه الى الحياديه. إذا عنده شك الأستاذ راغب علامة فيه يتواصل معي، يتواصل مع أطباء تانيين، يروح يعمل برمي بالأقسام. نحن شفنا كثير من هذا المرض، وحتى من المقربين أشخاص نعرفهم، في ناس توفت، في ناس انصابت. سنة كانت كافية، وخصوصا انه تسرعت بعض العمليات، خصوصا اللوجستي والبيروقراطية، كرمال يوصل هذا الطعم للترخيص، لانه العالم بأزمة، الكل بده يرتاح. من بين اللي ماتوا في 4 أشخاص كانوا بمجموعة المقارنة، الكنترول جروب، ما أخذوا الطعم. و2 من اللي ماتوا لأسباب مثل ما بيقولوا ربانية. أنت إذا هلأ بتجمع 40,000 شخص، في احتمال كتير كبير يموت 2 منهم. اللقاح سيساعد البشرية جدا 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 على التخلص من هذا الوباء.